السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين شهوة العربي. اليوم غادي نوجدوا معنا واحد الخبيز. هذا الخبيز بالياغورت الطبيعي اللي كيصلح نديروه للكوتي ولا الفطور ولا العشيات. يعني كيجي غزال بزاف وتيجي هائل بزاف. المقادير غادي نحتاجو 4 ديال الياغورت مسوس. انا استعملت هذا، كيعجبني هذا الكريمي. غادي نحتاجو بالنسبه قلت 4 ديال الياغورت طبيعي. غادي نحتاجو شويه ديال الملحه، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال الخميره حبيبات. غادي نحتاجو كيس ديال الخميره د الحلوه، وغادي نحتاجو ملي غنخويو هاد الياغورت غنعبرو 2 حكاك ديال الزيت. اما الدقيق فكيبقى على حسب الخليط. الطريقه غادي ناخذ هاد المكونات. يعني غندير الخميره مع السكر، غندير الملحه والكيس ديال الخميره د الحلوه، وغادي نفرغ هاد الياغورت ديالنا كامل في القصريه ديالنا. قلت 4 ياغورت مسوس. اللي ما عندوش هذا ما يستعملوش، يستعمل الياغورت العادي. ربعة ديال الياغورت. كيجي خبز لذيذ بزاف ورطب رطب رطب، يعني لواحد الدرجه ما كتصورش. وهو غادي الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. كيصلح للعشيات للفطور كيف قلت. ممكن حتى نعمروه الا بغينا، نديروه صغير على شكل قريصات ونعمروه كيجي هائل. ممكن نديروه على شكل خبز ديال لي ساندويش. هادو كل علبه فيها 110 غرام، 4 العلب ديال 110 غرام. دابا غادي نعمرهم 2 علبات ديال الزيت، زيت المائده. 2 علب. دابا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها. عاد غنبدا نضيف في الزيت بشويه، في الدقيق عفوا، بشويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه ديال الخبز ما رطباش بزاف، ما قاصحاش. نحكوه غير شويه تذوب لينا هذيك السنيده، ونبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. دابا غادي نبدا ندير الدقيق ديالي بشويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه بحال ديال الخبز. غير هذه غتكون طريه شويه وما رطباش بزاف. هانتوما غتشوفوا هاد الخبز تيجي بحال الا دايرين فيه محسن الخبز. حنا راه بدلنا محسن الخبز بالياغورت. صافي بحال هكايا. هي كتجي
رطبه شويه، والدقيق تقريبا تتهز لينا واحد 500 غرام. هذه تقريبا 500 غرام. دابا غادي ندلك هاد العجين ديالي مزيان، ندلكها ونخليها ترتاح. البنات، وانا كندلك في العجين قلت شي حاجه ناقصاني، وهي انني نسيت 2 علب ديال الحليب السائل. ما ديروش بحالي، انا تفكرت حتى لاخر لحظه كيف ما كتشوفوا بحال هكايا. كنقول العجينه ديالي ما هياش، ما عرفتش علاش، ما بغيتش نحيد هذه من المونتاج باش نكونوا صادقين مع بعضياتنا. نسيت 2 بو ديال الحليب ديال الياغورت، نعبروا بعبار الياغورت، 2 كيسان زيت، 4 الكيسان ياغورت، و2 كيسان حليب. انا غادي دابا ضروري ملي زدنا الحليب يعني غنزيدو دقيق، وهكا غتولي عندي 500 غرام ديال الدقيق تقريبا كلها، وانتم ديروا على حسب الخليط. دابا غادي ندخل هذا الشيء في العجينه الاولى صافي وندلكها عادي. المهم ما ديروش بحالي انايا، اخطات هذا الخطا ولكن انا تفاديته قدامكم. صافي غادي نعجنها دابا وغادي ندلكها مزيان حتى تدخل. صافي هذا هو القياس اللي باغا، لانني انا كندلك فيها وتنقول ناقصني شي حاجه في هذا الخبز. فهي راني ناقصه الحليب، لان العجينه بقات ليا مزيته وانا مولفه نديرها وما كتكونلياش هكاك مزيته. صافي دابا مزيانه. انا غادي ندلكها دابا مزيان كيف ما كتشوفوا. الدليك ديالنا اللي تندلكوه دابا عاد ولات عجينتي عجينه. غندلكها مزيان البنات، وغادي نخليها ترتاح حتى ماشي تضاعف الحجم ديالها، ولكن ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق، ونتلاقاو باش نشكلوها مع بعضياتنا. بغيت نوريكم هانتو العجين كيف كتكون، يعني ما قاصحاش وما رطباش بزاف. انا غادي نكمل التليك وغنتلاقاو مني غترتاح لينا العجين مده 10 ديال الدقائق. الخبز ديالنا بالياغورت مني خليته يرتاح كتشوفوا كيولي بحال هكا. دابا غادي ناخذو نديرو في الطاوله ديال العمل ديالنا، وغادي نشكل منه. ممكن نديروهم قريصات ولا بتي بان، ولا المهم نتوما شكلوهم كيف ما بغيتو. انا غادي نقسم هاد العجين عندي على النص، وغادي نقسم. انا غنديرهم غير صغيورين، بغيتو ديروهم خبيزات كبار ديروهم خبيزات كبار. دابا غادي ناخذ هاد الكويرات وغادي نديرهم على شكل كويرات بحال هكا بحال هكا. غنكمل الكميه اللي عندي كامله. هادو الكويرات هادو نقص من هذه جات كبيره بحال هكا قياس الفراغ. انا غادي نكمل بعد هاد الكميه ونتلاقاو. خديت العجينه اللي خليت انا دوك الكويرات انتو كيف كتشوفوا درتهم بحال هكا. غادي نخليهم يرتاحوا شويه وعاد نتلاقاو باش نقرصوا ونكملوا نقرصوهم شويه. دابا غادي ناخذ هاد الكويرات وغادي حتى هما قسمت ديك العجين اللي بقات لي على جوج، وغادي ندير منهم بحال هكا حتى هما يكونوا متساويين. ندير حتى هما 6.
ونخلي هاد العجينه حتى هي على جنب، غندير بها شكل اخر. دابا غادي ناخذ هاد العجين ديالي وتا هو نديرو كويرات غير شويه، ونحط غير باش نعرف نورقهم. ما يحتاجوا ديروا الطرش ولا دقيق لا والو. هادو ممكن يعوضوا لينا الخبز بالحليب ديال الفطوره البنات ولا المتتبعين. العجينه تتجي طريه بزاف، وكل ما بقينا كندلكو فيها كيف كتشوفوا تتجي ليس بزاف. دابا غادي ناخذ اول كره بديت بها كيف كتشوفوا. اول كره غادي ناخذ اللاك ديالي بحال هكا، وغادي نروليه على شكل ندير هكا، وغادي نروليه على شكل خبز بالحليب ولا خبز ساندويش بحال هكا. ونجي هنايا هادو ونسدهم هنا بحال شي خبز، بحال باكيت صغير بحال هكا بحال هكا. بحال هكا كيف كتشوفوا البنات. عرفتوا واش كيتبان لكم ولا لا؟ هو هذا. غادي نعاود وحده اخرى قدامكم، غنديرها في اللاطه حتى هي بحال هكايا، والبلاصه اللي كنكونوا سادين هي اللي تكون لتحت بحال هكا. نروليو المره الاولى بحال هكا ونضغط عليها ونكمل بحال هكا. وهاد البلايص هاد التنيه ديال التحت نضغطوا عليها مزيان. العجينه راه رطبه وتقدروا تشكلوها كما بغيتو، يعني ما كتكرفش بحال هكا. نحطوها حتى هي في اللاطه، وغادي نكمل الكميه اللي عندي كلها بحال هكا. كيف قلت لكم خديت الشكل الثالث ديال العجين اللي خليت، غادي نحطو هكا، غادي نقرصو شويه غير بيدينا على هذا الشكل على شكل دائره. وغادي ناخذ السكين وغادي نقطع 4 ديال الفتحات، يعني وحده مقابله الاخرى كيف ما كتشوفوا في. معرفتش واش تيبان لكم مزيان البنات. ونزيد عاوتاني نقطع هادو بحال هكا. غادي نحصل على 8 ديال الرؤوس بحال هكا. كيف كتشوفوا قطعتهم كيف قلت لكم 8 ديال الرؤوس. دابا غادي ناخذ كاس بحال هكا اللي غادي نحطو في الوسط بحال هكا ونضغط عليه مزيان، وغادي ناخذ كل راس وغادي نسدوه بحال هكا بحال هكا، تنشكلوا خبيزات على شكل وريضه بحال هكا. نتمنى تكون الفكره وصلاتكم بحال هكا. بحال هكا البنات كتخرج لينا على شكل ورده. دابا غادي ننزلها حتى هي في اللاطه. ونعاود نقادها نعدلها الا كانت تخسرات. غادي نكمل الكميه اللي باقا عندي كامله، يعني ديال هاد الخبيزات بحال هكا. نقطع كيف قلت على 4 بلا ما نوصل للوسط، ونعاود تاني نزيد
تيوليو عندي 8 ديال الرؤوس بحال هكا. غادي ناخذ الكاس ديالنا، غادي ننزلو هنا في الوسط بحال هكا ونضغط عليه. انا باغا نعمرو بشويه ديال الشوكولا ونشكل الوريدات ديالي بحال هكا، نجمع ليه الرؤوس بجوج بحال هكا باش تولي عندي وريده بحال هكا. هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نكمل بقاو لي هاد جوج كويرات ونطلقوا. هادو هما الاشكال ديالنا اللي درنا من عجينه وحده اللي هي عجينه الياغورت. هادو الوريدات اللي على شكل شميسه بحال هكايا، هادو لي باغيت، وهادو الخبيزات. هاد الخبيزات من بعد ما ارتاحوا ليا دابا غادي نطرقهم واحد شويه لان خصهم يتقرصوا غير شويه بحال هكا كيرتاحوا لينا مزيان. على العموم هي عجينه زوينه ممكن تنوعوا بها هكا خبيزات. هادو غير خبيزات ونوعناهم على شكيلات. دابا غادي نحتاجو بيضه اللي مخفوقه، غادي ندهن بها الخبيزات ديالي كاملين بحال هكا، وغادي نزينوهم على حسب الرغبه. ممكن لوز ايفيلي، ممكن بافو، ممكن هذاك الخليط ديال الخبز اللي فيه زريعه ديال عباد الشمس وزنجلان ابيض، بافو، شوفان، فيها كلشي تتباع. انا وحدين غادي نديرهم بالبافو، وحدين باللوز ايفيلي، وشكيل اخر غنديرو بهذيك الخليط ديال الزرارع. ندهنهم بحال هكا مزيان. دابا كيف قلت لكم غنحتاج شويه ديال اللوز ايفيلي، شويه ديال البافو، وشويه ديال الخليط اللي كيكون فيه الشوفان والزريعه والبافو والزنجلان ابيض، يعني كتبع هكا تخليطه. غادي نفلح، غناخذ هاد الخبيزات ديالنا هادو وغادي ندير فيهم هكا دي موتيف بالموس بحال هكا. بحال هكايا. وغادي ناخذ هاد الخليط ديالي وغادي ندردرو هنايا في هاد البلايص. بحال هكا. غادي ناخذ هاد لي باغيت ديالنا حتى هما غندير فيهم شرائح بحال هكا. وغادي ندير فيه شويه ديال البافو بوحدو، والتزيين ممكن ديروهم كلهم غير بالزنجلان. صافي. وهاد الوريضات غادي ندير ليهم في هاد القعر اللي درنا بالكاس، غندير اللوز ايفيلي بحال هكا. او ممكن ديروا لوز ايفيلي في لي باغيت، وهاد الوريضات هما ديروا فيهم بحال هكا.
كما قلت لكم يجي المنظر احسن. عاوتاني هذا الوسط نديرو بحال هكا. دابا غادي نخليهم يرتاحوا يخمروا لينا، يعاود واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، ومن بعد غادي ندخلوهم الفران يطيبوا عادي. كل سيده وعلى حسب الفرن ديالها، غير الفرن راه تيكون مسخن من قبل، وكندخلوا الخبيزات ديالنا يطيبوا، ومني غيطيبوا غنقدموهم بالصحه والراحه. الخبيزات ديالنا بالياغورت هما هادو ملي خرجوا من الفران، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. هادو الخبيزات اللي درنا بهذوك لي سيريال، يعني فيهم الزريعه والشوفان والزنجلان الابيض. هادو فيهم البافو اللي درتهم على شكل دي باغيت صغار، على شكل بتي دوك لي بان اولي، وهادو على شكل وريضه بحال هكا على شكل شميسه يعني وريضه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهوات العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. غير اللي بغيت نقول لكم هادو راه ممكن نديروهم ساندويشات للوليدات على هذا الشكل ونعمروهم يعني شوكولات، ممكن نعمرهم باي حاجه ونقدموهم للوليدات يديوهم معاهم حتى للمدرسه. بغيت غير نوريكم داخل الخبز ديالنا من الداخل كيف تيجي، وها هو كيجي بحال هكا، كيجي رطب بزاف ومفشفش ولذيذ بزاف وتيعجب الوليدات وكيعجبنا حتى حنا الكبار. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.